مرحبا بكم الناس الكل في صفحة الترجي لايف، الصفحة التي تهتم بكامل أخبار الترجي الرياضي التونسي. نتحدث اليوم إن شاء الله على الجوالات اللي قاعدة إدارة الترجي التونسي تفاوض فيهم، وبنسبة كبيرة باش يتم انتدابه. نبدو إن شاء الله بلعب الأولمبي البيجي والمنتخب الوطني التونسي الأواسط وائل الدربالي. تكون اللاعب هذايا في فرنسا تحديدا نادي تولوز الفرنسي، قبل أن يأتي إلى نادي الترجي الرياضي التونسي في عمر السادسة عشر، قبل أن يتم انتقاله إلى الأولمبي البيجي ليبرز مع هذا النادي ويصبح من نجوم البطولة التونسية. شارك هذا اللاعب مؤخرا مع المنتخب الوطني التونسي في كأس أفريقيا وكأس العالم الأرجنتين. لم يوفي هذا اللاعب في تصريح أخير عن قدوم عرض من نادي الترجي الرياضي التونسي، كما يبدي هذا اللاعب رغم رغبة كبيرة في تقمص أزياء هذا النادي. نتعدوا للاعب الثاني وهو كذلك لاعب المنتخب الوطني التونسي الأكابر ومهاجم الملعب التونسي، وهو اللاعب هيثم أجويني الذي سبق له تقمص أزياء الترجي الرياضي التونسي وفاز معه باثنين دور أبطال إفريقيا. يعد هذا اللاعب أبرز مهاجمين البطولة التونسية هذا الموسم. فنظرا للمشاكل الهجومية التي يعاني منها نادي الترجي الرياضي التونسي في المواسم الأخيرة، يعد هذا اللاعب أبرز حل. نتعادل مع بعضنا للاعب الثالث وهو مهاجم الأولمبي البيجي أسامة بوقر، الذي تلقى دعوة أخيرة من الناخب الوطني التونسي جلال القادري في التربص القادم. يعد هذا اللاعب كذلك من أبرز مهاجمي البطولة هذا الموسم. تلقى هذا اللاعب في الآونة الأخيرة عرضين كبيرين من فرق العاصمة النادي الأفريقي والترجي الرياضي التونسي. نتعادل مع بعضنا اللاعب الرابع وهو اللاعب هيثم العيوني، الذي يلعب مركز جناح أيمن، ودخلت إدارة الترجي الرياضي التونسي في مفاوضة مع هذا اللاعب نظرا لضعف أجنحة الترجي الرياضي التونسي هذا الموسم. نتعدى مع بعضنا اللاعب الخامس وهو اللاعب إلياس أجلاسي، والذي سبق له تقمص أزياء الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المونستيري. يلعب هذا اللاعب في مركز صانع ألعاب، كما يمكنه اللعب في عدة مراكز أخرى. دخلت إدارة الترجي الرياضي التونسي في مفاوضة مع هذا اللاعب نظرا لضعف أداء المغربي صابر بوغري.